السلام عليكم ورمضان كريم. تعالوا يونا نسوي بقلاوة الصدف التركية بطريقتها السهلة والسريعة، وانتم ما عليكم بالكريمة. أنا سويتها قبل فترة وإن شاء الله راح أسوي لكم إياها في فيديو ثاني، بس هاي لمحة سريعة على مود نشوف شكلها وقوامها، لا هو قوي ولا خفيفة. نجيب ورقة من ورقة البقلاوة ونجمعها بهذا الشكل، ونضيف عليها كرات من الكريمة أو القشطة، وتكون بمسافات متباعدة ولا حيل ولا قريب، يعني هيك بهذا الشكل حبايبي. ونكون نجيب ورقة من فوق الجوة ونضغطها، ولازم نفصلها من الجوانب بهذا الشكل. افصليها بإيدك وارجعي عليها مرة ثانية بالسكين. نشيل الزيادة وافصليها بهذا الشكل. شغلها كلش سهل وسريع. حطيها بالقالب ولازم تكون مقلوبة بهذا الشكل من فوق للجوة، تخلين يعني الفوق على الجوة، وترصفيها هيك، يعني لازم تخلوها مرصوفة مو متباعدة تنفتح بالفرن. وأني مذوبة زبت وخلى عليها شوية زيت، ونرشها بالزبدة والزيت بهاي الطريقة، نشبعها لازم بهاي الطريقة. شبعوها بالزبد والزيت بالشكل. وهسه نوديها الفرن واشوفكم بعد شوية. شوفوا شلون صار شكلها ذهبية ومستوية من فوق ومن جوا. لازم تحطين عليها القطر هي وحارة على مود تشبع بالقطر. وهذا شكلها كلش حلو. شوفوا شلون ذهبية ومقرمشة ومستوية على الأصول. شوفوها من الداخل كلش حلو، يعني شكلها يشهي يا جماعة. وإذا حبيت تحطين عليها فستق حلبي وتزينيها، شكلها طري. وألف عافية حبايبي، ولا تنسونا بالاشتراك ودعم القناة وتعليقكم الحلو. ألف عافية حبايبي، وأشوفكم فيديو ثاني إن شاء الله.